السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة سكاي فوتبول بالدارجة، وهذه أهم أخبار الكرة المغربية والعالمية في هذه الأسبوع. انتقالات، تصريحات نارية ومفاجآت كبيرة. تابعوا معي حتى النهاية. رسميا شديرة رجع لنادي نابولي بعد نهاية الإعارة ديالو مع إسبانيول. الجمهور كيسول واش غادي يلعب مع أبطال إيطاليا في دوري الأبطال ولا غادي يتم إعارته من جديد. حاليا كاين اهتمام من فرق بحال ليبزيغ، بنفيكا وحتى فرق أخرى. فريق تورينو إيطالي شرا عقد ديال أبو خلال من تولوز، صفقة زوينة للاعب باش يطور المستوى ديالو أكثر في الكالتشو. يوسف أخمريش، اللاعب المغربي الشاب صاحب 19 سنة، شارك مع توتنهام في مباراة ودية ضد ويكامب الإنجليزي. مؤشر مزيان واحتمال كبير يدخل في خطط الفريق الأول. العزاوي غادي يلعب الموسم الجاي مع نادي أوكسير الفرنسي باش ياخد دقائق لعب أكثر. إلياس بن صغير المستقبل ديالو غامض مع موناكو، الوضع ديالو مازال ما تحددش وقدر يغادر هاد الصيف. الأندية تراقب الوضع ديال إلياس بن صغير، نتمنوا ليه كل خير. آدم أزنو ينتقل إلى البريمير ليغ. اللاعب المغربي الشاب البالغ من العمر 19 سنة وافق رسميا على الانتقال لنادي إيفرتون قادما من بايرن ميونخ في صفقة بلغت 9 مليون يورو بليس 3 مليون كحوافز. بايرن دايرين بون ذكي في العقد، حق المطابقة يعني غيرجع اللاعب إذا يتقلق. واش غادي تتوقعوا غادي ينجح في آدم في البريمير ليغ؟ يوسف الخديم يغادر ريال مدريد على طريقة أشرف حكيمي. اللاعب وقع رسميا مع نادي ديبورتيفو ألافيس، خطوة مهمة باش يلعب أكثر ويطور مستواه. بنيامين بوشواري قريب بزاف من التوقيع مع ترانسبونسبور، خطوة مميزة في مسيرته. نفس الفريق يريد التعاقد مع حكيم زياش. نتمنى للاعبين المغاربة كل التوفيق. عبد الله وزان خرج بمنشور في السوشيال ميديا كيعبر فيه عن رضاه بقضاء الله وقدره بعدما فشل انتقاله هو وأخوه زكريا إلى ريال مدريد، وقال إن هاد الشي ماشي نهاية بل بداية لطريق جديد. عبد الحميد السيباري ينتقل إلى فيورنتينا أو عاد إلى فيورنتينا، نتمنى له تجربة جديدة ناجحة ونتمنى ألا يتم إعارته من جديد. رشاد فتال يتألق مع ريال مدريد كاسيا. المهاجم المغربي سجل ثنائية في مباراة ودية ضد ماربيا، أكد باللي جاي باش يتألق ويطرق أبواب الفريق الأول. فريق ليفانتي اللي طلع هاد الموسم للدوري الإسباني كيبدي اهتمامه بضم سليم أملاح اللاعب المغربي الدولي. نتمنى كل التوفيق للاعبنا سليم أملاح. حسب صحيفة بيلد الألمانية، أمين عدلي تلقى عرضا رسميا من ويلفرهامبتون الذين تواصلوا أيضا مع باير ليفركوزن وطلب النادي بدء المفاوضات. يشار أن باير ليفركوزن يطلب 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لكنهم مستعدون للبيع بالسعر المناسب. سفيان بن جديدة لاعب الرجاء سابقا يتلقى 3 عروض على الطاولة في الدوري الأوكراني والبرتغالي وفي بولندا. اللاعب لا يريد العودة للبطولة المغربية رغم تلقيه عرضا رسميا قبل أسبوع. بوفون الحارس العظيم يتحدث عن أشرف حكيمي إنه آلة، سرعته وأسلوبه ذكاؤه يعيد تعريف مفهوم الظهير الأيمن. نهضة بركان يتقدم بعرض رسمي لنادي الأهلي المصري بخصوص الثنائي المغربي أشرف داري ورضا سليم، ينتظر الساعات القادمة من أجل حسم هذا الملف. خالد بوطيب قريب من الدوري المغربي، حيث قال: تلقيت عرضا من الدوري المغربي وأنا أدرسه حاليا، وممكن جدا أن تشاهدون في البطولة المغربية لأول مرة. لا أريد العودة للدوري المصري، أنا أبحث عن الشغف ليس عن المال. نشر رئيس الفيفا أنفانتينو فيديو منبهرا بملعب الرباط الأيقوني قائلا: سعدت كثيرا بزيارة مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط رفقة صديقي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، حيث أن هذا المركب الرياضي يستعد ليصبح واحد من أكثر المنشآت تطورا وابتكارا في عالم كرة القدم. هذا الملعب دون شك يعد من أروع وأحدث الفضاءات الرياضية في العالم من حيث البنية والكفاءات والجمالية، وهو مشروع يرسخ مكانة المغرب ضمن نخبة كرة القدم العالمية.
ملعب كرة القدم اليوم لم يعد فقط فضاء للمباريات، بل أصبح رمزا للأمم ومجال لوحدة الشعوب. وهذا الملعب بالذات يعد درة حقيقية تعكس صورة المغرب الحديثة، بلد يتطلع للمستقبل ويختار كرة القدم كوسيلة للتقرب للعالم، أو وسيلة لتقريب العالم من بعضه لبعض. إلى هنا نكون سالينا ملخصنا ديال هذا الأسبوع. ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديال أخبار الكرة أول بأول. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام.